ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشتوني. النهارده باذن الله هنعمل اكله موفره، اكله جميله على قد الايد. هي عامه بتتعمل في الشتاء، بس انا عايزه اعملها النهارده، وهي العدس ابو شوربه. العدس ابو شوربه بيتكون من ايه؟ من عدس زي ما انتي محبه. بتجيبي العدس الاصفر من ربع كيلو لنص كيلو، زي ما انتي حابه. وعندك جزرايه، وعندك معلقه توم، وبصلاية متقطعة وسط، وطماطماية. هنغسل العدس إن شاء الله من مرتين ل3 مرات، وهوريكم شكله وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. ادي غسلنا العدس، وبعد ما غسلناه حطينا عليه الجزر والبصل والثوم وال والطماطم. هنحط عليه المية، وهنحط له البهارات زي ما انت محبة، اي بهارات عايزاه، 7 بهارات او اللي انت عايزاه. وبتحطي مكعب مرق الدجاج، وبتحطي الملح بتاعه. بتسيبيهم يستووا من ربع ساعة لنص ساعة بالكتير. وهقول لكم بعد كده نعمل ايه. بس اهم حاجة يا حبايبي، تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بنجيب حلة فيها معلقة زيت او معلقة سمنة هولندي، او معلقة سمنة بلدي. وبنحط معلقة توم فيها. انا بحب اعمل للعدس بشوربة فتة، زي فتة العيد بتاعتنا، ونعمل لها الصلصة. فبعد ما بنحط السمنة والثوم بنقلبها، وأول ما بتحمر هنكون محضرين نص كيلو طماطم، فارمينه في الخلاط، وبننزله عليه زي ما حضراتكم شايفين كده. ابتدت التومة تحمر. أول ما تحمر أحط عليها أو تصفر، يعني مش تحمر عشان ما تمررش الصلصة قوي. نحط عليها الطماطم المعصورة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنحط لها معلقتين أو 3 معالق خل، وبنحط البهارات والملح بتاعها. بنظبط الملح بتاعها. بنسيبها من 10 دقايق لربع ساعة لغاية لما تتسبك، وهوريكم شكلها بعد ما اتسبكت. بس ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهوريكم الشكل بتاعها دلوقتي. وده شكلها يا حبايب قلبي بعد ما اتسبكت. ونكون مظبطين الخل بتاعها والملح بتاعها. ده شكل العدس بعد ما غلي من ربع ساعة. فالرغاوة اللي فوق دي بنشيلها، ما تقلقيش خالص منها. بتشيليها بالمعلقة وتسيبيه من ربع ساعة لنص ساعة لغاية لما يستوي. ما بياخدش وقت كبير، وطبعا أكلة سهلة يعني سريعة وموفرة. ما بتاخدش وقت كبير. بتعملي ايه؟ بتسيبيه يبرد وتحطيه في الخلاط. لو انت ما عندكش هاند بلندر بتفرميه في الخلاط. عندك هاند بلندر بتفرميه وتسيبيه يغلي شوية على النار وتطفي عليه. عندنا عيش محمص بنشتريه، ما عندناش بنجيب العيش الطري بنحمصه في الفرن وبنعمله. او لو في ناس بتعمله بتجيب سمنة وتحمره في السمنة بيبقى لونه احمر، بس انا ما بحبش كده عشان بيبقى ناشف اوي. فعندك 3 طرق: لا تجيبيه محمص، لا تحمصيه انتي، لا تعمليه في سمنة وتحمريه اوي. وبتحط عليه الشرب. هوريكم الشكل بتاعه بعد ما نعمل. بس يا ريت تدعوا لشهداء فلسطين، ربنا يرحمه وربنا يفك كرب الفلسطينيين ان شاء الله يا رب. وما تنسوش تصلوا على النبي يا حبايب قلبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بعد ما استوى حطيت على العيش عدس، وحطيت على الوش زي ما حضراتكم شايفين كده صلصة، وغرفت طبق شوربة، وحطيت عليه ليمونة. ولو عندك بصل أخضر يا سلام، أو ممكن تقطعي بصل من عندك وتحط عليه خل. ألف أنا اللي هياكل، ويا رب أكون دفعة خفيفة عليكم وعند حسن ظنكم. وإن شاء الله انتظروني في أي حاجة جديدة، أكلة أو أي فكرة جديدة. ولو في أي خطأ يا حبايب قلبي اكتبولي في التعليق، وأنا همشي عليه إن شاء الله بإذن الله.
وانتظروني ان شاء الله، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد.